إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وعبد الله حتى أتاه اليقين، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل ضال هالك. صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربكم جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها الأحبة المؤمنون، القرآن العظيم الذي يهدي للتي هي أقوم، والذي يقص علينا أحسن القصص، والذي جعله الله تعالى ضياء برهانا شفاء هدى رحمة عصمة. هذا القرآن كلما تفلت الإنسان منه هلك وضل ضلالا بعيدا، وعاش في شقاء لا حياة بعده. لذلك أيها الأحباب الكرام، المسلم أول شيء ينبغي أن يفكر فيه قضية وجوده في هذه الدنيا. هو لماذا موجود؟ وماذا بعد هذا الوجود؟ وما وظيفته هو في هذا الوجود؟ أول شيء ينبغي أن يفكر فيه حتى يستطيع أن يفهم الأحداث حوله، وإلا لن يستطيع أن يفهم ولن يستطيع أن يستفيد. فالمسلم حياته محدودة في أجل محتوم، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والدار دار تكليف، والدار دار عمل، وليست دار حساب، إنما هي دار امتحان وابتلاء. فينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على ذلك، أنها دار ممر وليست دار مستقر ومقر. وينبغي أن يفهم الإنسان أنه كلما قدم في سبيل ثباته على الحق كان الجزاء الأوفى عند الله تعالى الذي إليه المنتهى. وكلما صبر وكلما رابط وكلما صابر وكلما تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كان في ربح وليس بعده خسر. أما أن يفهم الإنسان حياته كحياة البهيمة، أكل ومرعى ولا صنعة، هذه ليست حياة. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. اعتبرها علماء العربية والشعر أنها من أقصى أبيات الهجاء، أقصى أبيات الهجاء
أنه دع المكارم، دع المتاعب، لا ترحل بلغتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي. ما دام طعامك مؤمنا، ما دام شرابك متوفرا، ما دامت راحتك موجودة، فأنت المرتاح. وليس هذا هو الحقيقة، أو ليست هذه هي الحقيقة. إن الإنسان أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا بد، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إذا نحن نفتش عن الفلاح، لا الفلاح في النفط والغاز والدولار واليورو والدراهم والدنانير، إنما الفلاح في فهم حقائق الكون، وفي فهم وظيفة وجودنا في هذه الدنيا، وفي فهم أحكام الدين والإسلام، وفي فهم ما الله يريد منا ولنا. هذه الحقائق التي ينبغي أن يسعى الإنسان لتحقيقها وفهمها وسماعها وإسماعها وتعلمها وتعليمها، والعيش من أجلها والموت من أجلها. وإلا ما الفرق بين من يملك المال الكثير والعضل الكثير وأي وحش في هذه الغابة يملك فدادين كبيرة؟ ما الفرق؟ الفرق معرفتك بحقيقة وجودك. فالقرآن دائما 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 يطرق أسماع قلوبنا لهذه الحقائق. فمثلا ونحن نعيش أحداث غزة، وأحداث غزة أيها الأحباب الكرام هي امتحان عزة، هي امتحان رجولة وشهامة ونخوة وإيمان، وليست قضية حصار مدينة وحصار شعب. إنها تأتي لتمحص الصفوف، لتكشف المنافقين، لتمحق الكافرين، لتثبت المؤمنين، لتنير دروب المجتهدين المجاهدين. كل حدث في العالم مع الإيمان ينبغي أن يخرج الإنسان منه في ربح وليس في خسران، لأن الله ابتلاه كما ابتلى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ففاز، فقال إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. هكذا على مر التاريخ. فالله جل جلاله ونحن نعيش أحداث غزة، وطبعا لن يتسع المقام في أن نسوق له كل هذا المقال، ولكن إضاءات وإشارات، ونسترسل معها إلى أن يأذن الله جل جلاله بإغراق فرعون. ولكن هذا المطلوب أيها الأحباب الكرام أن نفهم ونعي، أن نعيد لعقولنا رداء الوعي، وأن نكشف عن أعيننا الغشاوة العمي، وإلا لن نفهم شيئا. الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي على الصحابة الكرام، أي علي وعليكم على مر التاريخ. عندما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن يعني الله يخاطب أمته: لأنذركم به ومن بلغ. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ من الله، اسمعوا. نتلو عليك أيها النبي الموحى إليه، أيتها الأمة المصطفى المختارة على باقي الأمم، نتلو عليك نعم من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. انتبهوا أيها الأحباب، هذا النبأ الذي يتلوه الله تعالى علينا، هذا النبأ العظيم والذي سنعلم حقيقته ووقوعه بعد حين، هذا النبأ الله يقصه علينا
ليس موسى من دون أحداث حياته مع فرعون، وليس كهنة فرعون وسندة فرعون ووزارة فرعون هم من دونوا الأحداث. الله جل جلاله يتلوها علينا، فحق لنا أن نستمع إليها منصتين خاشعين. حق. قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. فكل ما ستسمعونه من قضية موسى وفرعون على كل صفحات القرآن، وما أكثر ما ذكر الله تعالى في القرآن قصة فرعون وموسى، فالله يتلوها علينا بالحق. فمن أراد استبصار الحق فليستمع بإنصات، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالله ما دام يتلو علينا بالحق ينبغي أن نفتح القلب بالإيمان حتى نستفيد. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. أي فائدة يمكن للإنسان أن يستفيدها إذا خلا قلبه من الإيمان، وإذا خلا ذهنه من اليقين، وإذا خلا فكره من البصيرة؟ لن يستفيد. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذن الله جل جلاله أراد بالبداية أن يستحث الإنسان لأن يتيقظ ويسمع بيقين ويبصر بيقين ويتفكر بيقين. قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. نقطع السطر. هذه البداية. هذا بيان الله، تعريف الله في كتابه لفرعون ولكل فراعنة العالم. فمن فعل هذا الفعل في الناس في الأرض حق لنا أن نطلق عليه فرعون، كما النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على أبي جهل أنه فرعون هذه الأمة. فالفرعنة وصف وليست اسم علم. الفرعنة منهاج سلوك وليس قبيلة ينتمي إليها أي إنسان. إنها سياسة حكم، إنها إدارة الدولة، إنها إدارة حكم، إدارة مدنية عسكرية سياسية اقتصادية أمنية. إن فرعون علا في الأرض، وعلو فرعون ما علا فسيبقى في الأرض، لأن الله هو العلي الكبير، وهذا فرعون يعلو نزولا، أما الحق فإنه يعلو علوا. مهما علا فرعون ومهما قال هذه الأنهار تجري من تحتي ولي ملك مصر، فإنه أخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فإن فرعون هذا التعريف من الله تعالى بهذا الطاغية الذي تخرج من بين يديه فراعنة على مدى الأزمان، علا في الأرض، تكبر تجبر طغى، أكثر فيها الفساد، استخف قومه، ألزمهم أن يروا ما يراه هو، ألزمهم ثقافة فرعون، ما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هددهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم، أيديهم من خلاف، حذرهم، رغبهم، رهبهم، شردهم، شتتهم، فرقهم. هذه سياسته على مر الزمان. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فرق الناس، شتت الأفكار، شتت الأهداف، كل شيء جعل منه الناقض والمنقوض.
الإيجابي والسلبي حتى يستطيع أن يرتاح في حكمه. كل شيء على مر التاريخ معارضة وموالاة، معارضة وموالاة، وضمن المعارضة معارضة صقور ومعارضة حمائم، وضمن الموالاة موالاة صقور، دائما هكذا، ولن يصل أحد منهم إلى شيء. إن فرعون لأنه إنها إدارة من فوق، تدير الأزمة، تدير الصراع، تدير الشقاق، تدير المواجهة، ولكن الله أراد شيئا آخر، أراد شيئا آخر بإرادة إلهية حكيمة رشيدة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. شهادة الله به أنه كان من المفسدين، شهادة الله تعالى بفعله أنه كان يستضعف الناس، يذبح الأبناء، يستحيي النساء، يسعى في الأرض فسادا. وهنا تبدأ القضية أيها الأحباب الكرام، وأبدأ بها وأختم بها على أن ننطلق بعد هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع عمل فرعون على مر الزمان، بداية مع بني إسرائيل وموسى عليه السلام. فرعون هذا الطاغية الأحمق، فكل طاغية أحمق، وستكتشفون ذلك الآن وبعد حين. كل طاغية في الأرض أحمق ولا يستطيع أن يصل إلى أهدافه أبدا، بل يكون حتفه في سعيه وجهده على مر الزمان. ففرعون مصر رأى رؤيا أنه جاءت نار، كما ذكر ابن عباس ذلك رضي الله تعالى عنه، جاءت نار من بيت المقدس فأتت على كل بيوت الأقباط فأحرقتها حتى أحاطت قصر فرعون وأهلكته، دمرته. فاستيقظ مرعوبا، فاستدعى كهنته وأجهزة إعلامه والصحفيين والمندسين والسحرة، استدعاهم. ما الخبر؟ فقالوا له مفاد هذه الرؤيا أنه سيخرج طفل من بني إسرائيل سيكون هلاكك على يديه وذهاب ملكك على يديه. فالأحمق ماذا قرر أن يقتل الأبناء، قرر أن يقتل أبناء الذكور ويستحيي النساء، أن يبقي النساء أحياء. وأرسل كل عيونه كلما ولدت أو ولدت امرأة من بني إسرائيل أن يذبحوا رضيعها، قرار. أولا، لماذا قلت ستكتشفون أنه أحمق؟ أولا، إن كان ما رأوا حقا فسيحدث والله مهما فعل لن يتخلف، وإن كان ما رأاه وهما فما الذي يفعله؟ أتأخذ قرارات على وهم؟ وإذا كنت ما رأيته تعتقد بحقيقيته فلماذا فعلت ذلك؟ لن ينفعك. الوهم لن يغير القدر، الوهم، فعلك الوهم سيقودك إلى الغرق باليم. هكذا على مر التاريخ. فرأى أن ملكه سيذهب على يد ولد فقرر حرب القدر. ومن يستطيع أن يحول دون قضاء الله وقدره إلا الأحمق. فما الذي فعله؟ قرر أن يقتل الأبناء. كم سيدفعون أو كم ستدفع الأمة ثمنا بذبح أطفالها كي يظهر موسى؟ فعندما نرى الأطفال في غزة والله لا تحزنوا عليهم، والله لا تحزنوا. فهذا الحزن لن يقدم ولن يؤخر شيئا، ولكن قولوا كم طفل قتل في عصر فرعون
خشية أن يولد موسى، ومع ذلك ولد موسى وكان هلاك فرعون على موسى الذي يريد أن يذبحه. فاقتل من الأطفال ما شئت، لن تصل إلى موسى، لن تصل إلى الوليد الذي سيكون عليك بقبضة من حديد، لن تصل إلى من جعله الله تعالى سبب هلاكك، بل ستربيه في حضنك وفي قصرك وبين أحضان امرأتك، وستأتي بأمه كي ترضعه. أنت لن تفعل شيئا، وهذا كله من مكر الله تعالى به. تريد قتل الأطفال؟ سيكون الطفل الذي يقضي عليك أنت تربيه، أنت الذي تحرص على حياته وإرضاعه، أنت الذي تفتش له عن ظئر ومرضعة وتأتي بأمه وأنت لا تعلم. كم أم ستحزن كما حزنت أم موسى وأصبح فؤادها فارغة، وكم ذرفت من دموع على فقدان موسى، وكم رأت ابنها يلقى في اليم في التابوت ولا تعرف أين يذهب، وعندما علمت أن التقطه آل فرعون ازداد حزنها. وكم أخت ستكون في الأرض تفتش عن أخيها، عن شقيقها أين ذهب، كما فعلت أخت موسى وقالت لأخته قصيه. كم سنعاني على مر التاريخ، ولكن من ضمن المعاناة من رحم المحن سيولد موسى، وسيكون هلاك فرعون الأخير كما كان هلاك فرعون الأول. فاقتلوا من الأطفال ما شئتم، واجرحوا مشاعر الأمهات ما شئتم، وضيقوا على الأخوات ما قدرتم، لن تستطيعوا ولن تحولوا دون وصول موسى مهلك فرعون إلى قصره، لن تستطيعوا. وكونوا على يقين، لأن الله هكذا قال: نحن نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يوقنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أيها الأحباب الكرام، هذا العالم الماجن، هذا العالم الذي فقد كل شيء، والذي هو من زمرة فرعون، هو الملأ. فإن قلنا أن الآن اليهود هم الفراعنة، فإن هذا العالم هو الملأ الذي فيه هامان، والذي فيه قارون، والذي فيه السحرة، والذي قالوا لبعضهم البعض: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هذا العالم الذي قالوا لفرعون: أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هذا العالم الذي همه أن يشتري ذمم الناس، كما كان قارون يشتري ذمم بني إسرائيل، وكما كان قارون يلمع صورة فرعون في بني إسرائيل. هناك قارونات كثيرون في عالمنا اليوم يحاولون أن يلمعوا السلام مع اليهود في أذهان هذا الجيل، وينسوا أبناءنا وأبناء أبنائنا وأبناء أبناء أبنائنا أنهم أحفاد القردة والخنازير. هذا أكبر خطر أيها الأحباب الكرام الذي نعيشه، تمييع الحقائق، تزييف الثوابت، وتغيير الفكر. لذلك القرآن يأتي حتى يقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ففرعون علا في الأرض، إنه كان المفسدين، هذه حقيقة. ثم الاطمئنان، ونريد أن نمن. اطمئنوا أيها الأحباب الكرام، والله اسمعوا يا أولاد، قبل أن يدخل القرآن في قصة موسى أراد أن يطمئن الكل، ونريد، لأن إرادة الله هي النافذة، لا إرادة الفراعنة والظلمة والكهنة والجبابرة أبدا. نحن نبتلى بهم حتى يمتحن إيماننا نحن، وصبرنا نحن، وجهادنا نحن، ويقيننا نحن.
ولكن بعد الامتحان ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. على مر التاريخ جنود فرعون وهامان سيرون الحقائق الآتية على مر التاريخ أنهم كانوا خاطئين. فيا أهل فلسطين ويا أهل الشام ويا أهل غزة اصبروا وصابروا ورابطوا، فأنتم دخلتم في مخاض ولادة موسى عليه السلام، وكونوا على ثقة أنه مهما حشر لكم من قوات ومهما شوشت عليكم من تشويهات وتشويشات، أبقوا نظركم شاخصا إلى إرادة الله وقدره، وأبقوا إيمانكم يقينيا في حكمة الله تعالى وعلمه. لا تلتفتوا يمنة ولا يسرة، فجهادنا جهاد، إما نصر أو استشهاد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، ففوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده نصر عبده وصدق وعده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعبد الله حتى أتاه اليقين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل ولا أكثر. إلهنا مولانا أنت رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اجعل اللهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي رجالنا، اللهم اهدي نساءنا، اللهم اهدي شاباتنا، اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا، اللهم اهدي إخواننا وأخواتنا، اللهم اهدي أمهاتنا وآباءنا، ربنا ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اهدي علماءنا لقول الحق، واهدي ولاة أمورنا للحكم بالحق، واهدنا بهداك ولا تكلنا إلى سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخير لنا في قضائك وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم فارج الهم، اللهم مزيل الغم، اللهم مجيب دعوة المضطرين، اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحم أهلنا في فلسطين وغزة رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم اجعل معيتك العظمى لهم سندا.
اللهم أنزل سكينتك عليهم، اللهم ثبت قلوبهم على الإيمان والصبر واليقين، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين وسدد رميهم، ولا تجعل للكافرين ولا للمنافقين عليهم سبيلا. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين من اليهود والصليبيين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل عليهم عظيم بأسك. اللهم إنك أنت الله القوي المتين. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع صفها، اللهم وحد كلمتها، اللهم لم شملها، اللهم ألف بين قلوب أبنائها، اللهم اجمعنا على طاعتك وعلى محبتك واستعملنا فيما يرضيك عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء حفظا وأمنا بحفظك وأمنك، فإنك أنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.